لو افتكرت إن القصة خلصت لما سيبت الشقة، يبقى أنت ما تعرفش حاجة عن الرعب الحقيقي. لأن في حاجات لما تفتح لها الباب مش بترجع تقفله تاني، والطفل اللي كان بيعيط لسه بيعيط، بس المرة دي مش جوه الشقة، المرة دي بيعيط في دماغ شادي. يلا نكمل القصة، وافتكر ما تفتحش الباب مهما سمعت صوت. بعد ما سيبت الشقة روحت أقعد مع صاحبي حسام كام يوم. ما حكيتلوش التفاصيل، قلت له حاجة بسيطة كده: حصلت لي شوية حاجات في الشقة وعايز أروق دماغي. وأول يوم عدى عادي، بس في نفس الميعاد الساعة 5 موبايل حسام رن من رقم مش معروف. بصل لي وهو بيضحك: إيه يا عم، أنت عملت دعاية لنفسك؟ بس لما فتح السماعة مفيش صوت، قفل، ولقينا موبايله بيفتح لوحده على التسجيلات، وكان في تسجيل لنفس صوت الطفل، عياط مكتوم وصوت بيهمس. أنا جيت هنا كمان. قررت أروح عند أمي كام يوم، يمكن أقدر أهدى. بس حتى في بيتها بدأت ألاقي حاجات مش مفهومة. ألاقي لعب أطفال مرمية في أوضتي، الساعة تراي 5 التلفزيون يشتغل لوحده على قناة مش موجودة أصلا، صورة ثابتة لطفل قاعد في ضلمة بيبص لي. في يوم وأنا نايم صحيت على همس عند ودني: أنت السبب، أنت اللي نسيتوني. قررت أرجع الشقة القديمة، مش علشان أعيش فيها لكن علشان أواجهه. دخلت الشقة وكانت ضلمة والريحة زي ما هي، بس لقيت حاجة جديدة مكتوبة على الحيطة: رجعني. فضلت ألف، ألاقي أثار رجلي طفل مطبوعة في التراب وماشية ناحية البلكونة اللي مات فيها. بدأت أربط كل حاجة، الصور، الذكريات. أنا كنت آخر واحد شاف ياسين قبل ما يقع، أنا اللي قفلت البلكونة وسحبت اللعبة منه. كنت صغير ونسيت، بس هو ما نسيش. هو مش بيحاول يأذيني، هو عايز أفتكره، يعرفني هو مين ويرجع. رجعت البيت عند أمي، حكيت لها كل حاجة. قالت لي وهي عنيها مليانة دموع: كنت عارفة إن ده هيحصلك. الروح اللي ماتت بظلم مش بترتاح. ومن ساعتها كل ليلة الساعة تراي 5 بكتب في دفتر صغير عن ياسين، عن ذكرياتي، عن اللحظة اللي سبت فيها إيده. وفي كل مرة بكتب فيها صوت العياط بيقل. بس في مرة نسيت أكتب ونمت وصحيت على صوت عالي جدا مش عياط، ومن يومها الدفتر اختفى وصوت الطفل رجع أقوى من الأول. لما تحاول تنسى الذنب، أوقات الذنب ما بيسيبكش تنساه. والطفل اللي كنت فاكر إنه عايز يرعبني طلع عايزني أفتكر إني السبب. لكن المشكلة إن اللي بيحصل لي دلوقتي ما هواش مجرد تأنيب ضمير، ده شيء أكبر من كده بكتير. هو بيحاول يرجع من خلالي، وده 3 أسبوع على التوالي وأنا معرفتش أنام نوم طبيعي. الساعة 3:30 صباحاً بقت لحظة رعب يومية، بس المرة دي الرعب ما بيسيبنيش لما النهار يطلع. بدأت أسمع صوته في عز الظهر وأشوف ظله في المرايات، وأحس بنفس بارد على رقبتي حتى وسط الزحمة. كنت في المترو والناس حوالي، فجأة التليفون يرن، والمكالمة دي بدل ما تكون مجرد عياط زي العادة كانت فيها جملة جديدة: رجعني وإلا أخدك معايا. بعد ما الدفتر اختفى لقيته راجع فجأة على المكتب في أوضتي، والمصيبة الدفتر اتكتب فيه كلام أنا ما كتبتوش. كل صفحة فيها يوميات، بس مش يومياتي، دي يوميات ياسين. صفحة بتاريخ قديم بيحكي فيها: بابا سايبني تاني، أنا جعان بس مش هعيط، هو هيرجع، هو وعدني. بس سقف الأوضة بدأ يسود. وأكتر حاجة خوفتني إني قلبت الصفحة الأخيرة ولقيت مكتوب بخط مختلف: أنا خلاص جوه دماغك. قررت أروح على الشقة القديمة، مش علشان أسكن لكن علشان أدفن كل حاجة هناك. وصلت بالليل وفتحت الباب، لقيت المراية القديمة لسه زي ما هي،
وأول ما بصيت فيها ما شفتش انعكاسي أنا، شفت طفل صغير واقف باصص لي وكان بيبتسم. ولما بصيت ورايا مفيش حد، بس أول ما رجعت ببص للمراية كان واقف ورايا قال لي بصوت هادي: دلوقتي تقدر تاخد مكاني. اللي اكتشفته بعد كده خلاني أفهم كل حاجة. ده مش شبح ياسين بس، في كيان أكبر، كيان بيمتص الأرواح اللي ماتت ظلم، وبيفضل يطارد اللي شاركوا في موتهم حتى لو بالغلط، حتى لو كانوا أطفال زيهم. الكيان ده كان بيستخدم ياسين وسيلة، وكان عايزني أنا كمان أبقى وعاء جديد، أبقى جسم جديد يرجع بيه للحياة. في الليلة دي قررت أواجهه. جبت دفتر ياسين وصورته القديمة، ووقفت قدام المراية وقريت بصوت عالي: أنا آسف، أنا نسيتك، بس النهاردة مش هسيبك تاني. المراية اتشقت، والحيطة اتهزت، والنور اتفصل، وسمعت صريخ طفل، بس المرة دي مش مرعب، كان زي صريخ وداع. صوت اختفى. الساعة كانت 3 أور حمص، بس لأول مرة عدت من غير صوت. من يومها صوت العياط اختفى، بس كل سنة في نفس اليوم اللي مات فيه ياسين أسمع صوت صغير بيقول: شكرا يا شادي، أنا مش لوحدي دلوقتي. ودي كانت نهاية قصة صوت الطفل في الشقة الفاضية. لو عجبتك السلسلة ما تنساش تدوس لايك وتشترك في قناة بيت الرعب. فعل الجرس علشان توصلك كل القصص الجديدة أول بأول. ولو حصل معاك موقف مخيف أو غامض ابعته لنا، يمكن قصتك تكون الحلقة الجاية. تصبحوا على خير. لو عرفتوا تناموا